مشاهدينا مساء الخير واهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات مباشر من مصر، ونبدا هذا اللقاء بقراءه تحليليه للاخبار من خلال هذا الحوار مع الكاتب الصحفي الكبير استاذ محمد عبد الحافظ. اهلا بحضرتك استاذ محمد. هنبدا بهذا العنوان: رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات في اسوان. يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في زيارة لمحافظة أسوان عددا من المشروعات الخدمية والتنموية، على رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقرية فارس. كيف ترى ما تم في هذا الاتجاه لدى الدولة خلال الأعوام الماضية، وأيضا أهم النقاط اللي حضرتك عايز تلقي الضوء عليها من خلال متابعة هذه الزيارة الميدانية؟ النهارده كانت زيارة دولة رئيس الوزراء لأسوان، وأسوان من المحافظات اللي حظيت باهتمام كبير قوي من الحكومة خلال الفترة اللي فاتت. اتعمل فيها مشروعات كبيرة وضخمة، منهم محطة بنبان، أكبر محطة طاقة شمسية في الشرق الأوسط. اتعمل فيها الأراضي الجديدة بتاعت توشكا. ربما يعني يصور في ذهن الناس انه توشكا كانت من زمان مشروع قديم، لكن المشروع كان قديم ومتوقف. الإرادة السياسية هي اللي اختلفت ما بين بداية المشروع وتنفيذ المشروع خلال السنتين اللي فاتوا. كان في زي ما حضرتك عارف كان في حاجز صخري كان بيعوق مرور المية لأراضي توشكا، فتوقف المشروع. الحمد لله بإيد المصريين يهدموا هذا السد الصخري المنيع بعشرات الأطنان من المتفجرات، والمشروع ابتدت وفي جسر دلوقتي ما بين ضفتي النيل هيبقى بديل للجسر اللي كان بيعدي من عليه فوق خزان أسوان. بالإضافة إلى أن معالي رئيس الوزراء النهاردة قابل مجموعة من الشباب اللي هم رواد الأعمال في المشروعات الصغيرة. طب خلينا يعني نعرض بعض هذه العناوين طالما حضرتك بتربط بين كل الخطوات اللي تمت والمراحل اللي تضمنتها أو اشتملت عليها هذه الزيارة. رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنهاء مشروع محور بديل خزان أسوان، ومجموعة مدبولي يستمع لقصص نجاح مجموعة من شباب رواد الأعمال والمهنيين المستقلين وخريجي البرامج التدريبية. مجمل حضرتك يعني عرضت هذه العناوين تباعا، برضو بربط بين ده وبين رؤية حضرتك لما يحدث بشكل عام من عمليات تنمية أو تطوير في قطاعات تمام. مختلفة. هي التنمية مش تنمية في الحجر بس، لكن تنمية في البشر كمان. يعني لو كنت تابعت النهاردة أعمار الولاد اللي بيشتغلوا، هتلاقي الأعمار ما بين 22 و 23 و 24 سنة. ده لو رجعنا بالزمن شوية 10 سنين في 2014، ده معناه ان كان هناك تنمية في التعليم ايضا. يعني كان في تطور في التعليم ادى الى تخريج هذه الدفعة من الشباب اللي هم عندهم القدرة في إدارة أعمال خاصة بيهم. فأنت الرؤية بتاعت القيادة السياسية مش متوقفة بس على أنك بتعمل محاور ومشروعات، لا، ده أنت كمان بتستثمر في التعليم، وهذا التعليم خرج هذا النشء. يبقى هي التنمية تنمية شاملة وتنمية مستدامة في البشر وفي الحجر. وكمان لو نظرت انت بتتكلم في اقصى نقطة في الصعيد، اللي هي كانت زمان اهالينا في الصعيد كانوا بيشكوا من ان هم بعيد عن نظرة القيادة السياسية. دلوقتي بقوا في بؤرة نظر القيادة السياسية. طيب أستاذ محمد، كيف ترى التوازن في النظرة الموضوعية التي يجب أن تكون لدى المواطن لكل ما يحدث من حولنا؟ في مشروعات، في تنمية، في جهد وإنفاق من الدولة في قطاعات مختلفة. كل يوم بنعدد الكثير من المشروعات اللي تم افتتاحها أو تم استكمال مراحل من العمل لإنجازها وإتمامها. المفروض أن ده بيعكس تطور كبير جدا لدى الدولة. على الجانب الآخر في تخوفات لدى المواطنين من أمور تتعلق بالوضع الاقتصادي، سعر الصرف، تراجع قيمة الجنيه أو
المدخرات بالجنيه المصري الى اخر هذه الامور، وانعكاسها على كل شيء في اسعار السلع والمعاملات التجاريه. بين هذا وذاك بعض الناس متخوفه بتقول احنا رايحين للاسوء اقتصاديا، ده احنا رايحين على اللي سيناريوهات حسب رؤيتهم تشبه كذا او كذا او كذا، ويعددون اسماء بلدان اخرى. البعض الاخر يقول ان احنا في مسار تنموي مطمئن جدا، وان احنا بناخد خطوات ربما تكون تدريجيه او بطيئه نسبيا ولكن بثبات يقود الى الافضل. حضرتك شايف الصوره ازاي كلها؟ احنا الرؤيه العامه انت ماشي صح. يعني ايه ماشي صح؟ يعني انت كنت بتعمل انفراستراكشر في كل حاجه، بتعمل بنيه اساسيه في كل حاجه، بتعمل بنيه اساسيه في الطرق، بتعمل بنيه اساسيه في الاسكان، بتعمل بنيه اساسيه في البحث العلمي، بتعمل بنيه اساسيه في التعليم، بتعمل بنيه اساسيه في القرى اللي ما كانش حد حاسس بيها خالص، بتعمل بنيه اساسيه في قطاعات زي الزراعه والطاقه في والصناعه، جوده الحياه، بتعمل زي ما حضرتك بتقول دلوقتي في الطاقه. على سبيل المثال مثلا في الطاقه، المشروعات اللي باديه من 2014 وهتنتهي في 2030، هذه المشروعات هتخليك تنتج طاقه بنسبة 42% من استهلاكك كلها طاقة نظيفة. يعني ايه طاقة نظيفة؟ يعني لا تعتمد على الوقود البنزين والسولار والغاز والحاجات دي كلها. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت بقيت اولا حققت الطاقة النظيفة. يعني معالي دولة رئيس الوزراء النهاردة كان بيفتتح مشروع بيعمله القطاع الخاص في الطاقة الشمسية. اللي انت هتوفره من الطاقة اللي كنت بتضخها في هذه المحطات هتبتدي تصدره، فهيرجع لك مردود عملة صعبة. ربما الآن انت في ظروف خاصة. لما يبقى في ظروف استثنائية أو ظروف خاصة ما تقدرش تقيس فيها مدى نجاح الرؤية أو عدم نجاحها. مدى نجاح الرؤية بتتقاس في الأمور لما تبقى الأمور ثابتة، لكن أنت حصل لك متغيرات زي ما بيقولوا. لو أنت هذه الرؤية ما كانتش رؤية صلبة وما كانتش رؤية ناجحة، كان زمانك بقيت يعني في مستوى اقتصادي، يعني مش عايز أقول أسماء بلاد، كان زمانك في مستوى اقتصادي يرثى إليه. فاحنا في ظروف دلوقتي استثنائيه وظروف حرب. انت في حرب، اي نعم انت مش داخل حرب، لكن اما تبقى في منطقه كل اللي حواليك ملتهبه، فاذا انت لازم تبقى مستعد في اي لحظه. هذا الاستعداد بيستدعي انك تبقى على اهبه الاستعداد وتبتدي يبقى عندك وفرات في حاجات كتيره جدا. فبيستنزف طاقه وجهد وانفاق. بيستنزف طاقه. اما تبقى انت يعني يمكن حضرتك اثرت الموضوع ده قبل كده. انت اللي ما بقيت مسؤول عن تامين جميع حدودك الشرقيه والغربيه والشماليه والجنوبيه، مفيش دوله بتشاركك فيها. يعني بقت التكاليف اللي انت بتدفعها علشان تامين الحدود اللي كانت في فترات سابقه مناصفه مع كل دوله بقت الضعف. بالاضافه الى انه انت الاستهلاك، اكتر استهلاك عندك استهلاك الغذاء واستهلاك الطاقه. استهلاك الغذاء واستهلاك الطاقه انت بتستورد اكتر من 50% وربما تصل الى 90% مثلا في سلعه زي الزيت بتستوردها من الخارج. كل الامور دي على بعضها هي اللي عامله الازمه. بالاضافه الى ان في بعض التجار بيتلاعبوا في السوق. واعتقد انه لما حضرتك سالتني ايه الرؤيه بعد الاولويات بعد الانتخابات، طبعا احنا الاولويات القياده السياسيه مش هنقول لها ايه الاولويات، هي عندها رؤيه شامله لحد سنه 30، لكن ضبط الاسواق انا في رايي بقت مهمه جدا. ان انت تضبط السوق عشان حاجه مهمه جدا. ايه الحاجه المهمه؟ انه الانجازات اللي معموله على الارض، ان انت ضعفت مساحه العمران عندك الضعف. يعني انت كنت قاعد على نسبه طول عمرك في مصر لا تتعدى 6%، دلوقتي بقت 12% خلال 10 سنين. فده إنجاز كبير جدا. ربما هذا الإنجاز محدش يقول يبص له ويقول أنا طب أنا هاكل إزاي وبتاع. طبعا كل الأسعار
كلنا حاسين. هل حضرتك تقصد أنه ضبط الأسواق إذا كان من أولويات العمل لدى الدولة في هذه المرحلة والأجهزة الرقابية، وتعظيم العقوبات على من يتلاعب في الأسواق، لأن ده هيخفف الأعباء الملقاة، ضبط الأسواق هيخفف العبء الملقى على كاهل المواطن أو الأسرة المصرية، وبالتالي هيجعله يستشعر ثمرة الجهد؟ طبعا يعني خلي بالك أنه كل ما أنت يعني أنا دايما بقول أنه أنا ما بحبش يعني أجنح إلى نظرية المؤامرة، لكن القراية الحالية تحس ان انت الناس اللي امريكا تحديدا حاولت تطبق عليك نظريه الفوضى الخلاقه سياسيا، وفشلت فشل ذريع. الدوله الوحيده اللي نجت من هذه الفوضى الخلاقه في دول لحد دلوقتي من 2011 ما قامتش، وبل بتنحدر كل يوم عن التاني. بالإضافة إلى أنه أنت دلوقتي أمام نظرية جديدة بيتم تطبيقها، هي الفوضى الخلاقة اقتصاديا. الفوضى الخلاقة اقتصاديا أنه هو بيخلي الداخل يستشعر أن مفيش أمل، يستشعر أن هو عمال يلهث ورا سعر دولار ورا سعر ذهب. ده ما كانش موجود الأول، يعني الأول ما كانش الكلام ده موجود. وهذا اللهث بيستنزف حاجات كثيرة جدا، بيستنزف موارد المصريين في الخارج، بيستنزف الفلوس اللي كانت بتروح البنوك ما بقتش تروح البنوك. فكل ده بياكل من دخلك من العملة الصعبة، وهو ده المطلوب من هدف هذه الفوضى الخلاقة، هذه الفوضى الخلاقة الاقتصادية. ضبط الأسواق أنا في رأيي هي لابد أن تكون الهم الأول للحكومة. الحكومة أنجزت وإحنا شايفين الإنجاز، لكن كمان لازم يتم ضبط الأسواق. ما ينفعش كل يوم أنت تنزل تلاقي سعر السلعة أي سلعة بسعر مختلف، ده ما ينفعش. هو مختلف من مكان لمكان. احنا اي نعم في سوق حر وعرض وطلب، لكن انا متصور ان احنا في حالة حرب. فلا بد ان يكون هناك اجراءات توازي الظروف الساخنة التي نمر بها. وزير الري يتفقد عددا من مقرات الوزارة في أسوان، ويوجه ببحث استغلال الأصول لزيادة الإيرادات. كيف ترى هذا المطلب وأيضا هذا التوجه لدى الوزير؟ التوجه مش توجه وزير، هو توجه دولة. يعني هو بيعكس طبعا توجه الدولة. يعني توجه الدولة من أول يوم الترشيد في المياه، استحداث طرق جديدة للري، ان انت بتحاول تعمل محطات لإعادة تدوير المية وإعادة تنقيتها لإعادة استخدامها. ده كله في إطار ان انت بتحاول تعظم كل مواردك وتستغلها أكبر استغلال. يعني حضرتك شايف كمان ان ده جزء من محاولات الاستفادة والتوفير وإحسان استغلال أو إدارة الأمور بشكل جيد لكل الموارد المتاحة. يعني هو ده ضمن خطة بتشمل كل مشروعات الري في مصر. نعم، وتقليل أي نسب إهدار في أي موارد إلى الحد الأدنى الممكن يعني. طيب هننتقل لعنوان آخر بحضور كبار رجال الدولة. بدء مؤتمر الدستورية العليا. بدأت المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم مؤتمرها الصحفي بعنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. تعليق حضرتك؟ المحكمة الدستورية هي يعني أم المحاكم في مصر، وهي حامية الدستور في مصر. ربما يغيب عن البعض إنه الوظيفة الحقيقية للمحكمة الدستورية العليا. المحكمة الدستورية العليا لا تتصدى لتفسير أي مادة من مواد القانون إلا إذا تم رفع دعوة متعلقة بهذه المادة. ربما احنا من يومين ثلاثة شفنا انه في مجلس النواب تم تعديل قانون الجنايات، واصبح على اول مرة في مصر في تاريخ مصر انه يبقى في درجة ثالثة للتقاضي في الجنايات. الاول كان الحكم بيصدر ثم بعديه طعن.
الدستور في مادة 240 قال إنه خلال ال10 سنين اللي من 2014 إلى الآن لابد أن يكون يعني وزارة العدل تعمل منظومة علشان يبقى في إجراء تاني اللي هو الإجراء الاستئناف. ده كان نتاج من الدستور. إنما ما حدث في المحكمة الدستورية العليا أنها تصدت لبعض الدعاوى. هذه الدعاوى كان من شأنها أنه أولا بقى وبدون وجه حق بياخد تعويض. ما بقاش في قرار أن أنت تحل أي جمعية أهلية بقرار، لازم يبقى فيه حكم. كل دي نتائج المحكمة الدستورية العليا وإعلاء شأن القانون في مصر. نعم، من ضمن أيضا العناوين المرتبطة بهذا المؤتمر وبما جاء على لسان رئيس المحكمة الدستورية العليا: الإطار الدستوري يكفل حقوق الإنسان بصفة عامة وأحاطها بسياج قوي. وأضاف: القيادة السياسية في مصر حرصت على إعلاء مبدأ سيادة الدستور والقانون. تعليق حضرتك على العنوانين، ما يتعلق بحقوق الإنسان وما يتعلق بموقف الدولة أو توجه القيادة السياسية من أجل تمكين وتحسين أداء أو إتاحة مساحة أكبر من السلطة ومن سيادة القانون للقضاء، وطبعا يتمثل طبعا في قمته الإجراءين اللي أنا لسه قايلهم لحضرتك، إنه بقى دلوقتي واحد محكوم عليه بالإعدام ما بقاش في درجة واحدة إنه يبقى طعن، ولو ما فيش طعن يعدم. لا، ده بقى في لو صدر حكم بيتم استئناف ثم الاستئناف بعديه الطعن. فهذه الدرجتين بتدي حق للمساجين، حق من حقوق الإنسان للمسجون. في نفس الوقت بالنسبة للحريات، ما أي حد بيحبس حبس احتياطي وبدون وجه حق بياخد تعويض من الدولة، ده حق آخر من حقوق إضافة الإنسان. إلى اللي حضرتك أشرت إليه الخاص بالجمعيات، الجمعيات الأهلية نفس الحكاية، والاشتراطات الخاصة بحل أي جمعية. الجمعيات الأهلية حق من الناس في الأعمال التطوعية، وده يخلي يبقى فيه زخم أكتر على تشكيل وتأسيس جمعيات أهلية. هل حضرتك شايف أو متفق مع هذا العنوان الخاص بحقوق الإنسان، كفالة حقوق الإنسان وإحاطة حقوق الإنسان في مصر بسياج قوي؟ هل حضرتك شايف أننا قدرنا نخطو خطوات دار حديث وجدل كبير في مصر حول هذا الأمر منذ عدة سنوات، وذهبت الدولة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات من شأنها الحفاظ على أو إتاحة مساحات أكبر من حماية حقوق الإنسان في مختلف القطاعات؟ هل نحن نخطو خطوات حقيقية مؤثرة في هذا التوجه أو في هذا المسار؟ احنا قطعنا شوط كبير جدا في مجال حقوق الإنسان. احنا تجاوزنا كمان حقوق الإنسان، مش بقى الحق انك تقول رأيك بس، او انه محدش يتحبس حبس احتياطي بدون وجه حق، انه بقى تم الغاء الطوارئ. لا، كمان انت تجاوزت ده، انه كمان بقى من حق الانسان انه يتعالج، من حق الانسان 100 مليون صحة اللي تم عملها، الاجراءات اللي تم اتخاذها، حق الناس في التعليم، حق الناس في مسكن ملائم زي مبادرة حياة كريمة ومشتمل تعليم. مش بس حياة كريمة متعلقة بأهالينا في الريف، لا، ده كمان اللي بيسكنوا في مناطق عشوائية أو مناطق خطر. تطوير المناطق غير الآمنة. كل ده إطار جديد انت حاطه لحقوق الإنسان. يعني انت لو رحت أمريكا مثلا، في نسبة كبيرة جدا من الهوملس، الناس اللي ما عندهاش بيوت، ودي عاملة أزمة في الكونجرس ولحد دلوقتي مش عارفين يحلوها. انت ما عندكش ده. طيب، هننتقل لعنوان آخر يتعلق بعلاقات مصر الدبلوماسية والسياسية في القارة الأفريقية تحديدا، ما تم خلال السنوات الماضية وما يمكن أن يبنى على تعظيم هذه العلاقات على المستويين، المستوى الثنائي والمستوى الخاص بالقارة بشكل عام. رئيس الصومال يصل مصر للقاء الرئيس السيسي، كيف ترى هذه الزيارة في إطار علاقتنا الأفريقية؟ دي يعني احنا سياستنا ثابتة ومستمرة فيما يتعلق بالشؤون الخارجية، سواء كانت علاقتنا في أفريقيا، علاقتنا في أوروبا، علاقتنا في مع الدول العربية. كلها علاقات ثابتة ومستقرة، عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، بالإضافة إلى أنك بتحترم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم أي تدخل خارجي في الشؤون. وده ظهر جدا في التضامن والتأييد
اللي أبدته مصر من خلال البيان اللي أصدرته وزارة الخارجية بعد أن اعترفت أثيوبيا بأرض أثيوبيا، أرض الصومال اللي هي انفصلت عن الصومال، وعملت ده في إطار صفقة مشبوهة، إنها قالت لي أرض الصومال اللي هم المنفصلين بدون وجه حق، مقابل انها تاخد مكان على البحر الاحمر وتعمل فيه قاعده عسكريه. ده طبعا ده منافي تماما لميثاق الاتحاد الافريقي اللي هو موجود في اثيوبيا. يعني الاتحاد الافريقي، مبنى الاتحاد الافريقي موجود في اثيوبيا. اعتقد ان الدول الافريقيه لابد ان تعيد النظر فيما يتعلق بوجود هذا المقر في دولة هي أول واحدة بتفسد الهدف من إقامة هذا الاتحاد. الجامعة العربية طلعت بيان ورفضت فيه هذه الصفقة وهذه الاتفاقية، لأن ده بينال من وحدة الصومال. وأعتقد أنه الرئيس الصومالي يعني سمن الدور المصري اللي لعبته، ومصر اتخذت هذا الإجراء ليس من منطلق أن هناك خلاف بين مصر وأثيوبيا، ولكن من منطلق أن احنا عندنا سياسة خارجية ثابتة ومستمرة، وهي عدم التدخل في شؤون أي دولة والحفاظ على الأراضي لكل دولة وعدم التدخل فيها، وأنه كل شعب هو له الحق في تقرير مصيره. تقرير مصيره، نعم. الكريملين يعلن عن مشاركة، عن فاعلية مهمة تتعلق بمحطة الضبعة النووية يشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب ما جاء على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية. قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في فاعلية بدء التجهيز هندسيا وإنشائيا للمفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية، والتي تقوم روسيا بالشراكة مع مصر بتشييدها وإنشائها في مصر. كيف ترى هذا الأمر، هذا التعاون في هذا القطاع على المستوى الخاص بالتعاون في مجال المحطات النووية بين مصر وروسيا، ومشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه الفعالية؟ أنت بتتكلم على أول محطة توليد كهرباء نووية في مصر. تأخرت كثيرا، لكن برضو الإرادة السياسية للقيادة الحالية هي اللي خلت هذا المشروع يظهر للنور. هذا المشروع برضو يأتي في إطار رؤية مصر لاستبدال الطاقة الوقود بالطاقة النظيفة، لتوفير أولا وللحفاظ على البيئة ولإيجاد مصادر جديدة للعملة الصعبة من خلال توفير الوقود لتصديره. نعم. هننتقل لعنوان آخر. مصادر مصرية رفيعة المستوى تنفي موافقة مصر على احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا. نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى تقارير إعلامية إسرائيلية تتحدث عن أو تشير إلى موافقة مصر على مقترح يسمح لإسرائيل باحتلال محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا. كيف ترى هذا التناول أو هذا التوجه لدى وسائل الإعلام لدى دولة الاحتلال، وهذا التعقيب أو هذا النفي القاطع من جانب مصر على المستوى الرسمي؟ والله أنت أمام يعني أنا مش عايز أسميها دولة، يعني عشان الدولة مفروض إن في أدبيات للدولة. ما ينفعش دولة تكون قايمة على الكذب، إنهم يكذبون وكأنهم يتنفسون. كل يوم الصبح يقوموا يطلعوا كذبة جديدة، كذبة إن مصر هي اللي بتوقف المساعدات الداخلية لغزة، كذبة إنه مصر وافقت على احتلال فيلادلفيا. كل دي في إطار أولا محاولة دخول مصر أو إدخال مصر للمشكلة. بدل ما مصر تبقى سبب في حل المشكلة، عايزين إسرائيل تحاول قدر الإمكان ادخالها في المشكلة. لو انت بصيت كده على الخريطة هتلاقي إسرائيل في جميع الاتجاهات اشتبكت مع فلسطين، اشتبكت مع لبنان، اشتبكت مع سوريا، اشتبكت مع العراق.
كل دي اشتباكات اخرها النهارده ضربوا قاده من قاده ايران في قلب سوريا. الاشتباك الوحيد اللي هي مش عارفه تعمله هو مع مصر، وده راجع للحكمه في القياده السياسيه. احنا مش هنتجرجر لحرب، احنا مش هناخد قرار بناء على الاخر، القرار نابع من عندنا ومفيش حد هيقدر يعمل ده. يعني مفيش حد هيقدر يجبرنا على اتخاذ قرار مش احنا اللي هنقرره، احنا اللي هنقرر كل مصيرنا. واحنا مصر بتجنح دائما الى السلم وبتجنح الى السلام، ودايما القياده السياسيه والحكومه على لسانها ان احنا لازم الحل، اي حل للمشكله لابد ان يكون حلا سلميا وليس عسكريا. نختتم بهذا العنوان ونبقى مع الشأن الفلسطيني. خارجية فلسطين: يجب وقف إطلاق النار فورا في غزة وعدم الاكتفاء بتشخيص الكارثة الإنسانية. ايه السيناريوهات المحتمله في الايام الجايه يا استاذ محمد؟ قبل ما نقول السيناريوهات المحتمله، احنا النهارده في اليوم ال 105 لو انت حسبت عدد الشهداء حوالي 24927 حسب التقارير الاخيره، و62388 مصاب. بالاضافه لو انت اضفت عليهم الناس اللي اتدفنوا تحت الأنقاض، هنوصل لحوالي 100,000 ما بين شهيد وما بين مصاب وما بين مفقود. لو انت قسمت 100,000 على 100 يوم دول، فأنت أمام كارثة إنسانية لم تحدث حتى في الحرب العالمية. معدل الاستشهاد والإصابة والفقد 1000 إنسان يوميا. 1000 إنسان لم يحدث، والعالم كله مكتوف الأيدي. العالم كله مش قادر يوقف. أمريكا ما زالت بتدعم إسرائيل، بريطانيا ما زالت تدعم إسرائيل، فرنسا ما زالت تدعم إسرائيل، بغض النظر عن التصريحات. يعني في الصعيد بيقولوا مثل كده، بيت شعر موال، يعني بيقولوا: أتظن العشق بالنية؟ ما فيش حاجة اسمها بالنية، ما فيش حاجة اسمها تطلع تقول أنا بتضامن. الدول اللي هي بتقول يجب إدخال المساعدات للفلسطينيين وتسمح بقتل الفلسطينيين في نفس الوقت ولا تمنع في قتلهم. خليني أسرد لك مشهد النهاردة علشان تشوف مدى عظمة هذا الشعب وصموده. النهاردة كان في حفلة زفاف في الخيم اللي معمولة للناس النازحين من الشمال إلى جنوب. في زفاف، شاب وشابة اتجوزوا وعملوا حفلة على قدهم وقضوا يوم الزفاف في خيمة قماش مقطع. هم مش بس عايزين يفرحوا، لا، دي رسالة إلى الكيان الإسرائيلي إن احنا هنفضل في أرضنا، إن احنا هنتكاثر عشان نجيب أولاد يورثوا أرضنا. فدي كلها حاجات تخليك تقف أمام هذا المشهد رغم بساطته الشديدة، لكن رسائله كبيرة جدا. في الوقت اللي ده بيحصل، في إسرائيليين بيهربوا من إسرائيل علشان صواريخ منزوعة التفجير بتنزل على تل أبيب. للأسف وقتنا مش هيتسع للمزيد في نهاية هذا الحوار وهذه القراءة التحليلية للأخبار. بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد عبد الحافظ. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا ابقوا معنا، لدينا المزيد.